ريال مدريد يفوز على خيطافي ويؤمن الصراع على لقب الدوري الإسباني، والآن الفارق أصبح 4 نقاط عن المتصدر برشلونة. ريال مدريد في مباراة الأمس فاز بصعوبة عن طريق هدف أردا جولر، الجوهرة التركية اللي في كل مباراة كل ما يدخل يقدم الإضافة اللازمة لريال مدريد. وهذا الشيء اللي تأخر فيه كارلو أنشيلوتي هذا الموسم هو إيجاد مركز محدد لأردا جولر في التشكيلة الأساسية تاع ريال مدريد. مباراة البارح كانت صعيبة. الشوط الاول كان جيد جدا من ناحيه ريال مدريد لعب شوط اول جيد من ناحيه الخروج بالكره، من ناحيه خلق الفرص عن طريق فينيسيوس، عن طريق اندريك، من ناحيه التمريرات في العمق عن طريق اردا جولر، عن طريق فالفيردي. في هذا الفيديو غادي نهضروا على 3 محاور اساسيه. المحور الاول هو تالق اردا جولر في مباراه الامس ضد خطافي. المحور الثاني اصابه كامافينغا اللي تبدو خطيره حسب اخر الاخبار. والمحور الثالث تجديد عقد فينيسيوس جونيور والتطورات اللي حصلت في 24 ساعة الأخيرة. نبدو بالمحور الأول، تألق أردا جولر البارح قدم مباراة جيدة جدا من كل النواحي. من ناحية خروج الكرة من الخلف ساعد أردا جولر، ساعد الفريق من ناحية بناء اللاعب. يعني الفريق كان يفتقد لهذه الميزة في غياب سيبايوس، في غياب أردا جولر، وبعد رحيل توني كروس ريال مدريد لقى صعوبة كبيرة من ناحية بناء اللاعب من الخلف. فأردا جولر في مباراة الأمس في الشوط الأول ساعد تشواميني في بناء الكرة من الخلف. شفنا الفريق يخرج بشكل سلس من الخلف الى الامام. تمريرات كورتوا ما كانتش جلها طويله، اغلبيه كرات كورتوا كانت الاردا جولر او تشواميني. يعني بناء الكره من الخلف كان ممتاز جدا في الشوط الاول قبل خروج اردا جولر. نجو للجانب الثاني ايضا من تالق اردا جولر، التمريرات البينيه او التمريرات المفتاحيه. اردا جولر في الشوط الاول البارح قدم العديد من التمريرات البينيه، الاندريك، الفينيسيوس، الابراهيم دياز. يعني ساعد ايضا من ناحيه التمريرات وخلق الفرص للمهاجمين. اكثر شيء يعجبني في اردا جولر في ضد خطافي هو الفوز في العديد من الصراعات البدنيه. يعني العديد من الصحفيين كانوا يقولوا انه جولر الميزه تاعها انه ما يتميش بس القوه البدنيه، ولكن في مباراه الامس اردا جولر فاز باغلب الصراعات البدنيه مع لاعبي خطافي اللي معروفين عنهم انهم يمتازوا بالقوه البدنيه والخشونه والضرب المبرح اثناء المباراه. ولكن جولر البارح فاز باغلبيه الصراعات. جولر ليس جناح ايمن يا انشيلوتي، جولر لاعب وسط محور مزدوج جنب تشواميني او جنب فالفيردي، يعني جنب لاعب بدني اكثر، وجولر حطه حداه يبدع اكثر. نجو للمحور الثاني، اصابه كامافينغا البارح كي شفتها اثناء المباراه ما كانتش تبان هذيك الاصابه الخطيره، ولكن حسب اخر الاخبار تقول انه كامافينغا أصيب بقطع في العضلة الضامة، واحتمالية غيابه لمدة تصل من 3 أشهر إلى 4 أشهر. يعني كامافينغا بهذه الإصابة راح يغيب حتى نهاية الموسم، وممكن ما يلعبش كأس العالم للأندية. يعني كامافينغا سوف يكون جاهز حتى بداية الموسم القادم لريال مدريد، يعني بداية الدوري الإسباني. إصابة ما كانتش في وقتها تماما، خصوصا أنه كامافينغا كان مقرر أنه يلعب ظهير أيسر في الكلاسيكو، فيما كان مندي غير جاهز، وفران غارسيا اللي ما يعتمدش عليه كارلو انشيلوتي في المباريات الكبيره. جو المحور الثالث، محور تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد. وقال الصحفي ماريو كورتيغانا انه فينيسيوس والوكلاء تاعه غير متفقين تماما مع ريال مدريد على تجديد العقد، وانه المقربين في فينيسيوس يطلبون راتب يصل ل 30 مليون يورو، هو ما لا يريده فلورنتينو بيريز. وكما تعرفوا بيريز، كريستيانو رونالدو طلب زياده في الراتب، بيريز قال له تشاو باي باي خارج النادي. سيرجيو راموس طلب زياده في الراتب، بيريز قال له تشاو باي باي. والان فينيسيوس يطلب راتب 30 مليون يورو، وهذا الشيء ما يتوافقش مع سياسه فلورنتينو بيريز مع ريال مدريد اللي يطلب راتب اعلى من السياسه المتخذه في النادي برا النادي. بيريز يشوته برا النادي. يعني المفاوضات حتى الان لم تصل الى اتفاق بين الطرفين، يعني الاتفاق ليس بقارب حسب ما تقول الصحافه الاسبانيه. خوسي فيليكس دياز، ماتيو موريتو، اراتشا رودريغاز، يعني جميع الصحف الموثوقه قالت انه الاتفاق قريب. ولكن صحيفة الأتليتيك الموثوقة بقيادة الصحفي ماريو كورتيغانا الفوا أن هناك اتفاق بين فينيسيوس وإدارة ريال مدريد على تجديد العقد، وبالتالي تجديد عقد فينيسيوس جونيور يبقى معلق. ممكن الأيام القادمة أو الأشهر القادمة يوضح أكثر تجديد العقد من عدمه. وهذه كانت أخبار ريال مدريد الأخيرة في الفوز على خطافي وتجديد الصراع مع برشلونة وتقليص الفارق ل4 نقاط بدل من 7 نقاط. يعني المباريات القادمة سوف تكون مباريات نهائية جدا في الليغا من ناحية برشلونة ومن ناحية ريال مدريد. كل مباراة متبقية في الدوري الإسباني بمثابة نهائي لكل الفريقين.
لريال مدريد ولبرشلونه، فلازم على ريال مدريد الفوز في جميع المباريات بما فيها كلاسيكو في ملعب المونجويك ملعب برشلونه. وهذه كانت اخر اخبار ريال مدريد. نتمنى خوتي تدعموني في القناه باللايك والاشتراك. نتلاقاو هاد اليامات في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.